بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جمعتكم على خير، وأحببت أن تناظروا ابن عمي علي الرضا، وهو من ولد فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله، وعلي بن أبي طالب عليه السلام. الصابئة، الجاتليق، الزردشتية، رأس الجالوت وسواهم. حاوروا علي الرضا ابن عمي وأنصفوه. يا أمير المؤمنين، كيف أحاج رجلا يحتج علي بكتاب أنا منكره ونبي لا أؤمن به؟ كيف يا مولاي؟ ماذا إن احتججت على كل واحد منكم بكتابه؟ أتقبلون؟ بلى، لقد أنصفتنا. هاتوا ما عندكم. ما تقول في عيسى وكتابه؟ هل تنكر منه شيئا؟ إنني مقر بنبوة عيسى وكتابه وما بشر به أمته وأقر به الحواريون. كافر بنبوة عيسى من لم يقر بنبوة محمد وبكتابه ولم يبشر به أمته. أريد شاهدين عدلين ليس من أهل ملتك على نبوة محمد ممن لا تنكره النصرانية. ما تقول بيوحنا الديلمي؟ ذكرت أحب الناس إلى المسيح فأقسمت عليك. هل نطق الإنجيل أن يوحنا قال إن المسيح أخبرني بدين محمد العربي وبشرني به أنه يكون بعده، فبشرت به الحواريين فآمنوا به؟ نعم، قد ذكر ذلك يوحنا عن المسيح وبشر بنبوة رجل وبأهل بيته ووصيه، ولم يلخص متى يكون ذلك. أما الفارقليط الذي بشر به المسيح في الإنجيل فهو محمد، والإنجيل ترجم من اليونانية، وفارقليط أو باركليتوس اليونانية معناها محمد بالعربية. ثم إنك تقول من شهادة عيسى على نفسه: حقا أقول لكم يا معشر الحواريين إنه لا يصعد إلى السماء إلا ما نزل منها إلا راكب البعير خاتم الأنبياء، فإنه يصعد إلى السماء وينزل. فماذا تقول؟ هذا قول عيسى لا ننكره، وأرجو أن تعفيني من أمر لوقا ومرقابوس ومتى وما نسبوه إلى عيسى. قد فعلت. ما عندك يا رأس الجالوت؟ لا أقبل بأي حجة إلا من التوراة. لا تقبل مني حجة إلا من التوراة على لسان موسى بن عمران، والإنجيل والزبور على لسان داود. من أين تثبت نبوة محمد؟ هل تعلم يا يهودي أن موسى أوصى لبني إسرائيل فقال لهم: إنه سيأتيكم نبي هو من إخوتكم فيه فصدقوا ومنه فاسمعوا. فهل تعلم لنبي إسرائيل إخوة غير ولد إسماعيل؟ هذا قول موسى لا ندفعه. هل جاءكم من إخوة بني إسرائيل نبي غير محمد؟ لا، ولكن أحب أن تصححه لي من التوراة. هل تنكر أن التوراة تقول لكم: جاء النور من جبل طور سيناء وأضاء لنا من جبل سعير واستعلن علينا من جبل فاران؟ أعرفها وما أعرف تفسيرها. أما طور سيناء فهو الجبل الذي أنزل الله به وحيه على موسى عليه السلام. أما جبل سعير فهو الجبل الذي أوحى الله عز وجل إلى عيسى عليه السلام وهو عليه. أما جبل فاران فهو من جبال مكة المكرمة بينه وبينها يوم. وقال شعيب النبي: رأيت راكبين أضاء لهما الأرض، أحدهما راكب على حمار والآخر على جمل، فمن هما؟ لا أعرفهما. أما راكب الحمار فهو عيسى بن مريم عليه السلام،
أما راكب الجمل فهو النبي محمد صلى الله عليه وآله. أتنكر هذا من التوراة؟ لا أنكره. أتعرف حيقوق النبي؟ نعم، إني به لعارف. فإنه قال في كتابكم: جاء الله بالبيان من جبل فاران، وامتلأت السماوات من تسبيح أحمد وأمته، يحمل خيله في البحر كما في البر، يأتينا بكتاب جديد بعد خراب بيت المقدس. أتعرف هذا وتؤمن به؟ لقد قال ذلك حيقوق النبي ولا ننكر قوله. أود لو يقطع ولو بمسألة واحدة. وهل قال داود في زبوره وأنت تقرأ: اللهم ابعث مقيم السنة بعد الفترة؟ فهل تعرف نبيا أقام السنة بعد الفترة غير محمد صلى الله عليه وآله؟ هذا قول داود نعرفه ولا ننكره، ولكنه عنى به عيسى، وأيامه هي الفترة. إن عيسى لم يخالف السنة، وقد كان موافقا لسنة التوراة حتى رفعه الله إليه. وفي التوراة مكتوب: إن ابن البرة ذاهب والفارقليط جاء من بعده، وهو الذي يخفف الآثار ويفسر لكم كل شيء، ويشهد لي كما أنا شهدت له. أنا جئتكم بالأمثال وهو يأتيكم بالتأويل. يا رأس الجالوت، سألت عن معجزات نبينا، وقلت إن النبي موسى لم يكن له نظير لمكانته من ربه وقربه منه، ولا يجب علينا الإقرار بنبوة من ادعاها حتى يأتي من الأعلام بمثل ما جاء به. فكيف أقررتم بالأنبياء قبله ولم يفلقوا البحر، ولم يفجروا من الحجر 12 عينا، ولم يخرجوا أياديهم بيضاء كيد موسى، ولم يقلبوا العصا حية؟ لو جاءوا بمعجزات لوجب تصديقهم، حتى ولو لم تكن كمعجزات موسى. قد أحيا عيسى ابن مريم الموتى، وأبرأ الأكمه والأبرص، ولم تؤمنوا به. قالوا إنه جاء بذلك ولم نشهد. وهل شهدت آيات موسى وغيره من الأنبياء عليهم السلام؟ إنما جاء من طقاتهم وبشهادة الجموع، فصار الخبر مرسلا ومصدقا بالإجماع عليه والإقرار به في الكتب المنزلة. فكيف صدقتم موسى ولم تصدقوا عيسى؟ لما لا تجيب؟ لا جواب لديه. وكذلك أمر محمد وما جاء به، وأمر كل نبي بعثه الله. ومن آياته أنه كان يتيما فقيرا راعيا أجيرا، لم يتعلم كتابا ولم يختلف إلى معلم. ثم جاء بالقرآن الذي فيه قصص الأنبياء وأخبارهم حرفا حرفا، وأخبار من مضى ومن بقي إلى يوم القيامة. ثم كان يخبرهم بأسرارهم، وجاء بآيات لا تحصى. لم يصح عندنا خبر عيسى ولا محمد، ولا يجوز لنا أن نقر لهما بما لم يصح. فهل الشاهد الذي شهد لعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام شاهد زور؟ أفحمك ابن عمي والله. وهذا الهبز الأكبر لما سألته ما حجتك أن زردشت نبي، قال أمامكم إنه أتاهم بما لم يأته أحد قبله، والأخبار من أسلافهم وردت بأنه أحل لهم ما لم يحله غيره فاتبعوه. فكذلك سائر الأمم أتتهم الأخبار بما أتى به النبيون، وأتى به موسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم. فما عذركم في ترك الإقرار لهم إذا كنتم، وإنما أقررتم لزردشت بالنبوة بما جاء بالأخبار المتواترة،
بأنه جاء بما لم يأتي به غيره. ما لك لا ترد يا صاحب زرادشت؟ لا جواب لدي. طبعا، لأن حجة ابن عمي أبا الحسن قد قطعتك. يا قوم، إن كان فيكم أحد يخالف الإسلام وأراد أن يسأل فليسأل غير محتشم. يا عالم الناس، لولا أنك دعوت إلى مسألتك لم أقدم عليك بالمسائل، ولقد دخلت الكوفة والبصرة والشام والجزيرة ولقيت المتكلمين، فلم أقع على أحد يثبت لي واحدا ليس غيره قائما. أفتأذن لي أن أسألك؟ إن كان في الجماعة عمران الصابئ فهو أنت. صدقت، أنا عمران الصابئ. سل يا عمران، وعليك بالنصفة وإياك والخطل والجور. والله يا سيدي ما أريد إلا أن تثبت لي شيئا أتعلق به فلا أجوزه. سل عما بدا لك. أخبرني عن الكائن الأول وعما خلق. لا أراك تجيب عليه يا علي بن موسى. سألت فافهم. أما الواحد فلم يزل واحدا كائنا لا شيء معه، بلا حدود ولا أعراض، ولا يزال كذلك. ثم خلق خلقا مبتدعا بأعراض وحدود مختلفة، لا في شيء أقامه ولا في شيء حده، ولا امتثل به ولا مثله، فجعل من بعد ذلك الخلق صفوة وغير صفوة، واختلافا وألوانا وذوقا وطعما، لا لحاجة كانت منه ولا لفضل منزلة لم يبلغها إلا به، ولا رأى لنفسه فيما خلق زيادة ولا نقصانا. أتعقل ذلك يا عمران؟ نعم والله يا سيدي. واعلم يا عمران أنه لو كان خلق ما خلق لحاجة لم يخلق إلا من يستعين به على حاجته، ولكان ينبغي أن يخلق أضعاف ما خلق، لأن الأعوان كلما كثروا كان صاحبهم أقوى. والحاجة يا عمران لا يسعها، لأنه لم يحدث من الخلق شيئا إلا حدثت فيه حاجة أخرى. ولذلك أقول لم يخلق الخلق لحاجة، ولكن نقل بالخلق الحوائج بعضهم إلى بعض، وفضل بعضهم على بعض بلا حاجة منه إلى فضل ولا نقمة منه على من أذل، فلهذا خلق. يا ابن أخي، من أين تأتي بهذه العلوم وأنت في الحجاز؟ لا مكتبات ولا وراقون ولا ترجمات، إنه لإلهام والله. يا سيدي، هل كان الكائن معلوما في نفسه عند نفسه؟ إنما تكون المعلمة بالشيء لنفي خلافه، وليكون الشيء نفسه بما نفي عنه موجودا، ولم يكن هناك شيء يخالفه فتدعوه الحاجة إلى نفي ذلك الشيء عن نفسه بتحديد علم منها. أفهمت يا عمران؟ نعم والله يا سيدي. فاخبرني، بأي شيء علم ما علم؟ أبضمير أم بغير ذلك؟ أرأيت؟ إذا علم بضمير هل تجد بدا من أن تجعل لذلك الضمير حدا تنتهي إليه المعرفة؟ لا بد من ذلك. فما ذلك الضمير؟ لا أعرف يا سيدي. لا بأس إن سألتك عن الضمير نفسه تعرفه بضمير آخر. أفسدت عليك قولك ودعواك يا عمران. أليس ينبغي أن تعلم أن الواحد ليس يوصف بضمير، وليس يقال له أكثر من فعل وعمل وضع، وليس يتوهم منه مذاهب وتجزئة كمذاهب المخلوقين وتجزئتهم. فاعقل ذلك وابن عليه ما علمت صوابا. الصلاة قد حضرت. يا سيدي، لا تقطع علي مسألتي، فقد رق قلبي. نصلي ونعود.